أهلا بيكم. هنا راحة القلوب، مساحة هادية نحكي فيها عن اللي بنحسه من غير حكم ولا ضغط. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم، وهو هل الست أولوية ولا اختيار عند الراجل؟ يلا نبتدي موضوعنا وهستنى رأيكم ايه. في جملة واحدة بس لو سمعتيها من الراجل اللي معاكي هتعرفي فورا انت أولوية في حياته ولا مجرد اختيار لما يفضى. في حاجات كتير ممكن الراجل يقولها، لكن في جملة معينة بتكشف مكانتك عنده من غير ما ياخد باله. الجملة دي هي لما تقوليله انك محتاجة منه حاجة ويرد يقولك هشوف لو فاضي. الجملة دي بسيطة لكن معناها كبير جدا. الراجل اللي شايفك أولوية لما يحتاج يعمل حاجة علشانك مش بيفكر إذا كان فاضي ولا لأ، هو بيدور يفضى علشانك. لكن الراجل اللي شايفك اختيار بيتعامل معاك على حسب وقته ومزاجه وظروفه، لو فاضي يكلمك، لو فاضي يشوفك، لو فاضي يسمعك. لما تكوني زعلانة وتحتاجي تتكلمي ويرد يقولك مشغول دلوقتي نبقى نتكلم بعدين، لما تطلبي منه يقف جنبك في موقف معين ويرد خلينا نشوف الموضوع ده بعدين، الكلام ده بيبان عادي، لكن الحقيقة هو بيقول بشكل غير مباشر انك مش أولوية في حياته. اللي بيحبك بجد مش شرط يكون فاضي طول الوقت، لكن بيخليكي تحسي انك مهمة. ممكن يقول انا مشغول دلوقتي بس هكلمك اول لما اخلص، او هظبط يومي علشان اكون معاكي. فرق كبير بين حد بيأجلك وحد بيحاول يوصلك. مكانتك عند اي حد بتظهر في تصرفاته مش كلامه. اللي بيحبك بجد هيحاول حتى لو الظروف مش سهلة عليه، لكن اللي شايفك اختيار هتفضلي دايما مستنية لما يبقى فاضي. الخلاصة، اختار اللي يختارك كل مرة، مش اللي يخليكي تستني دورك في حياته.